ليش عم احكي بهاي اللهجة؟ ليش عم احكي؟ قلتها احكي صدقيني. عم احكي. قلتها احكي. عم احكي والله هيك. ومن اللي حصل معاها وازاي هي مرت بكل ده واستحملته. لو رجع الزمن فيا، لو ضاع 3 سنين من عمري حدخل طب. دخلت الهندسة وكان يعني كل يأس 74%. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اكيد انتم مستغربين ليش عم احكي بهاي اللهجة. اليوم معي صاحبتي الاء من الاردن. انا كتير مبسوطة انه عم صور معها، وكفاية كده بقى. خليني ارجع للهجة بتاعتي عادي. ازيك يا الاء، عاملة ايه؟ والله الحمد لله تمام. مبسوطة قوي بجد ان انا بصور معاكي الفيديو ده. والله أنا مبسوطة أكثر إني أنا بالبيت. النهارده الاء هتكلمكم، هي طبعا معايا في الكليه وانا مبسوطه جدا انها معايا، وان انا عرفتها بجد. يعني من اكتر الحاجات الحلوه اللي حصلت لي في الكليه ان انا عرفت الاء. والله وأنا كمان مبسوطة إني أنا عرفت. طبعا الاء هتحكي لكم النهارده عن قصتها والصعوبات اللي مرت بيها. قصه الاء فعلا مختلفه ومميزه جدا. حسيت ان هي فعلا تستحق ان هي تتحكى وتتقال، وان لازم تسمعوها عشان تستفيدوا منها ومن اللي حصل معاها وازاي هي مرت بكل ده واستحملته. ف اول حاجه لا حابه ان انت تكلميهم عن الثانويه العامه بالنسبه لك، او التوجيهي، صح كده اللي انتوا بتسموه كده؟ أول حاجة، ازيكم جدعان؟ بحكم إني صار لي سنتين في مصر، يعني تقريبا سنتين. أول شيء كثير كثير مبسوطة إنه أنا مع نانسي اليوم، إنه يعني أول مرة هيك ححكي مع متابعين نانسي. أول إشي بدنا نكون متفقين عليه إنه الثانوية العامة عندنا اسمها إيش؟ توجيهي، ما مش اسمها تمام. ثانوية عامة. فلا حتسمعوني كثير أنا بحكي توجيهي وهيك. وعندنا لما عندكم اسمه التنسيق، عندنا اسمه نتائج القبول الموحد. تنسيق صح؟ تنسيق فعلا، ايوه. احنا عندنا نتائج القبول الموحد. تمام. اول اشي نبتدي يا نانسي في نحكي لكم عن المرحله. هلا شوفوا، اول شيء خليني اعرفكم عن حالي انا كيف كنت يعني بالسنين قبل. انا كنت انسانه جدا جدا متفوقه بالصفوف اللي قبل، وكان يعني اقل معدل او اقل مجموع زي المصري عندي اياه هو ال 95. منور اللي ورانا. كان اقل حاجه يعني بتجيبيها 95%، ما شاء 95 الله. وما تكررتش غير مرة. خلينا نبدأ القصة بتاعتي. خليني أحكي لكم إنه أنا قصتي مش يعني مش كانت حياة وماشية وسلسة وستيب باي ستيب، لا كانت فيها شوية عثرات، فيها شوية صعوبات. واليوم الفيديو اللي إحنا عم نعمله هو موجه للناس اللي بتمر بمرحلة اليأس من إنه حلمها راح، أو مفكرة إنه حلمها راح، أو يعني الشغف عندها راح. الفيديو تاعنا اليوم رسالته إنه نوصل لكم إنه الخيرة فيما اختاره الله، ومهما اشتد عليك الضيق أو الهم، ربنا أكيد راح يكافئك على تعبك، وراح يفرج لك همك بكل الطرق اللي أنت ممكن ما تتخيلها أصلا. أول إشي، سنة التوجيهي كانت سنة جدا جدا صعبة من جميع النواحي علي أنا كآلاء. أول إشي واجهته إني أنا كانت ظروفي الصحية فجأة كلها تغيرت بسنة التوجيهي أو بالسنة الأخيرة الثانوية العامة. ما كنت بأحسن حال، كنت كتير أمراض وهيك، فكانت صعبة شوي. ورغم هيك أنا كنت مقاومة للإشي. أي تعب، أي جهد، كنت أحاول إني يعني أقاوم. وكنت طبعا يعني عشان تكملي السنه. لأنه أنا عندي هدف. الفكرة إنه أنا كان عندي هدف بدي أوصل له. فطبعا بنحكي لكل الناس اللي في الثانوية العامة أو في التوجيهي، لازم كل حدا يكون عنده هدف، ما يكون ماشي بدون أي فكرة بده يوصل لها. لازم يكون عندك رسالة بالحياة بدك توصلها، عشان لما تخفق في مرحلة معينة تقدر تقوم من جديد، لأنه الشغف هو اللي راح يوصلك للشيء اللي أنت بدك إياه. فكانت السنة جدا صعبة من هاي الناحية. طبعا إحنا لازم يكون عندنا جدول، الجدول منظم، عارفين إيش بدنا نعمل في اليوم، ما ننام كتير ساعات، ننام يعني ساعات، مثلا 7 ساعات حلو كده. حلو. بس حيمر علينا طبعا ايام بس مش دائما، اقل بشوي بس مش دائما. طبعا لازم تكونوا، بس اهم حاجه ان هم يناموا مش يطبقوا وما يناموش، صح؟ هاي عشان التركيز. فلازم يكون عندكم ساعة معينة تناموا فيها وساعة معينة تصحوا فيها. المهم، مرت هاي السنة بكل صعوباتها. اجى وقت الامتحانات الوزارية. للأسف صدفت بسنتي سبحان الله إنه كانت أصعب امتحانات مقارنة في ال10 سنين الماضية،
وهذا مش كلامي، هذا كلام الوزارة نفسها، إنه كان هو أصعب سنة مقارنة بالعشر سنين الماضية. يعني فللأسف إنه كنا كل أغلب الطلاب المتفوقين كانوا فايتين بطموحات عالية، ولكن في نهاية السنة طلعوا بطموحات، يعني حاسين إنه طموحاتنا تبخرت، إنها راحت. وما بدي أطول عليكم أكثر، أحكي لكم بوقت النتائج اللي حيطلع فيها النتائج الثانوية العامة. النتيجة بتاعت الثانوية. للأسف إنه نتيجتي كانت يعني صدمة للكل ولإلي ولأهلي لو ولكل انت كنت الناس. طول عمرك متفوقة وكانوا متوقعين منك انك تجيبي أكون درجة من عالية جدا. كانوا حتى لدرجة متوقعين أنا ممكن أكون من أوائل المملكة، يعني قبل هذه مرحلة التوجيه، بس أنا كنت معطية شو اسمه، يعني فكرة لأهلي إن أنا ما عملت منيح. وهون بحب أذكرهم بشغلة يا نانسي، إيه؟ إنه أنت شو ما كنت عامل بالامتحان لازم تكون صادق مع أهلك، لازم تكون صادق مع نفسك. ما تطلع من الامتحان تحكي له أنا عملت منيح وأنا مش عامل منيح. ليه؟ لأنه أنت بتحبطهم لما تطلع النتيجة، فأنت لا، لازم تكون مهيئهم للنتيجة تاعتك. على لازم. فكرة الحتة دي مهمة جدا، لأن في ناس بيوهموا ساعات نفسهم وأهلهم إن هم مستواهم عالي جدا، ويكونوا هم مثلا بيجيبوا درجات مش حلوة، أو حتى لو بيجيبوا درجات حلوة ممكن يكون الامتحانات اللي بيحلوها مثلا مع المدرسين سهلة، ودرجاتهم تبقى حلوة، بس هم مش مستواهم حلو وما يكونوش بيحلوا، بس أوهموا نفسهم وأهلهم إن هم شاطرين وإن هم حلوا حلو، بيكون ده مش حقيقي. فيا ريت نبقى صادقين فعلا شبه ما قلتي مع نفسنا، لأن بجد ده أهم حاجة. للأسف نتيجتي ما كانت حلوة أبدا أبدا. نتيجتي كانت للأسف 74%. يعني هي يعتبر عار علي في هذيك الفترة بصراحة، وأنا مش ذنبك طبعا يعني. لأنه الظروف، بس برضه في نقطة معينة، الإنسان ما يرمي كل الأشياء على الظروف. أوكي صارت معي، أوكي أخذها بعين الاعتبار، بس مش إنه أخليه أحمل الظروف كل المسؤولية. لأنه لو لعبت دور الضحية ما بحياتي راح أنجز إشي. معاكي حق تماما. اوكي اجلد ذاتك، ولكن ما تعيش دور الضحية كمان. فاهم علي؟ لازم يكون في توازن في الموضوع. طبعا كانت مرحلة الصدمة يعني لا تتجاوز ال3 أيام بالنسبة لي. ليه؟ لأنه أنا عندي هدف بدي أوصل له، هاي أول عثرة، فأنا مش هخليها توقف بطريقي، صح ولا لا؟ والحمد لله بدعم الأهل. أنا من النوع الحمد لله وفضل الله يخلي لي إياهم من الناس المتفاهمين جدا جدا. ما حدا قاعد يلومني ليش ليش وليش وليش، لأنه كانوا مطلعين ولأنه هم عارفين أنا عملت أقصى ما عندي. طبعا الواحد متى بيزعل على نتيجته؟ لما يكون عامل الماكسيموم تاعه، أقصى إشي عنده. فأنا عشان هيك زعلت أولها، أنا ما كنت يعني مقصرة ولا بأي أي إشي، ولكن هاي حكمة ربنا، حكمة ربنا إنه أنا هيك ما أجي. فربنا هو اللي بيعطي وهو اللي بياخد، تمام؟ إحنا بس علينا الأسباب. فيعني أي حدا بيكون عن جد عم بمر بهاي المرحلة وسامعني، بحب أحكي لك إنه الدنيا ما انتهت أبدا أبدا أبدا، وراح تتفاجأ من رحمة ربنا فيك يعني. ومش مش بوقت كتير طويل، لا، ربنا حيكشف لك كل إشي بوقت كتير قصير. المهم فكابرت على حالي، وطبعا لا أخفيكم أكيد كانت مرحلة حزن، مرحلة تحدي. غير الناس اللي حتكون حواليكم، الناس اللي بتتشمت، الناس بس بتستنى انه انتوا توقعوا. هاي مرحلة اكيد، يعني اكيد ناس هدول موجودين في الحياة، فما نخليهم هم يعني يلعبوا الدور الاكبر في قصتنا. انت الدور الاكبر في قصتك، وانت المسؤول عن نجاحك. ما حدا حيمسك بايدك ويطلعك من الاكتئاب وحيعمل لك مستقبلك، ما حدا حيمسكك ابدا، انت مسؤول عنه. حتى اهلك هم كثير بيحبوك ونفسهم هم اللي يرسموا لك مستقبلك، بس ما عندهم القدره حدا يروح مثلا، ما حدا حيروح يقدم عنك الامتحانات. صح طبعا. انت مسؤول عن سعيك في الدنيا هاي، وربنا اللي بيعطي السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى، نتيجه السعي. المهم فقررت اني اعيد بالمرحله التكميليه، وعدت على المرحله التكميليه وانا كل امل وطاقه بانه ان شاء الله. عندكم حاجه اسمها مرحله تكميليه تقدروا ان انتوا تدخلوا بيها طب، ان انتوا تحسنوا من مجموعكم يعني؟ نحسن المجموع بس مش ندخل طب، لانها بتكون في نص السنه. احنا عندنا طب سنوي، ما فيش طب على الفصل الثاني، يعني بيفتح بس في اول السنه، عرفتوا؟ مع التنسيق اللي هو القبول الموحد فقط. بعد كده بيقفل، يعني ما حدش يقدر يحسن ويدخلوا بقى. ايوه يعني كنت تدخلي حاجه طبيه تانية عايزه؟
في التحسين شوفي ده؟ هلا حسب ايش اسمه حدود الدنيا للمعدلات، عرفت علي؟ اه. يعني في افرج معين لكل جامعه ايوه لمعدل تمام. الطب. اه. فانت بتقدر تعيدي مره مرتين وثلاثه توجيهي عادي، بس اه الفكره انه كل مره بتقارني بالافرج بتاع السنه، بتاع السنه، فمو ايوه. شرط يعني اذا جبتي 99 تدخلي طب، عرفتي؟ طب المهم يعني انت عملتي بقى كده، انت عايزه تاني صح؟ عشان ارفع معدلي. اه تمام. يعني دي المهم كده اول سنه انت ضيعتيها كأن، لا، ولا؟ خلصت سنه التوجيه، هلا 3 شهور بعدها ضيعت فصل دراسي كامل. فهمت فانا تمام. اوريدي ضاع مني الطب لانه الطب سنوي، اه عرفتي؟ لما قررت اه اعيد ضاع فهمت الطب، خلاص. ولكن الخير فيما اختاره الله. المهم فعدت، هاي كانت بعد 3 شهور ايوه. طلعت النتائج. هلا احنا كنا بشهر 8 طلعت نتائج اول نتيجه، يعني اللي هي كانت واو. مش حلوه. فنتائج التكميلي كان كل املي عليها، ولكن للاسف ربنا طب للمره ما كل الثانيه املك عليها عشان تدخلك طب برضو، ولا عشان عشان تدخلك؟ اجيب مجموع ادخل فيه على السنه الجديده اه بتاعت طب، الطب. طب برضو بس اه السنه الجديده هستني بقى يعني شويه. هستنى سنه، فهمت، استني سنه. هستنى بس ما سنه كانش عندك مشكله، المهم ان انت تدخليها طبعا. بالضبط. تمام. ف استنيت ال3 شهور على اساس انه حيكون ان شاء الله معدلي تمام وهيك، ولكن للاسف معدلي ما وصل معدل الطب، ما وصلت 90 ولا فوق، وصلت 88. يعني انا في جانب ايجابي اني انا رفعت 14 علامه، طبعا. ولكن يعني كانت الكسره الثانيه بالنسبه لي انه انا ما وصلت لحلم. انا من طفولتي انا كنت مخططه يعني هيك يعني نفسك في ادخل الطب. طب، ولكن دائما الخطط اللي ربنا راسمها هي اجمل من خططنا. خططنا طبعا. آه فقررت اني يعني شوي اتنازل عن الحلم وادخل على اشي بيشبهه، ادور على فاهم. اشي يكون طبي. يعني تمريض ولكن او اه الحاجات الطبيه اه طبعا. ولكن للاسف اتفاجأت انه التخصصات الطبية على الفصل الثاني او بنص السنة كانت مقفولة، ما كانش في اي تخصص فاتح، فاضطريت اقدم على الهندسة وفكرت كان هون. مجموعك وقتها جايب هندسه؟ انه احنا عندنا علمي اه علوم، عندكم انتم ما فيش علمي علوم ورياضه، في علمي اه بس صح؟ عشان عندنا نبقى علمي، عارفين. بس علمي وادبي تمام. وتخصصات ثانية، بس العلمي علمي لحاله يعني. تمام. دخلت الهندسة، هندسة مدنية، طلع لي في الجامعة الأردنية، يعني الحمد لله بالجامعة الأم تاعت الأردن، يعني ما هي شاء أعلى الله. جامعة في الأردن، وبرضه يعتبر تخصص الهندسة كتير عالي عندنا في الأردن. وطبعا معدل الهندسة برضه نزل، لأنه كانت سنتي كلها صعبة، والطب كان بسنتي إذا حد جاب 93 بيدخل طب، مش من نزل معنا. 99 من الارقام لا دي لا لا، خالص طبعا. لأنه كان أصلا 90 جدا نادرة في سنتي. اه. فدخلت الهندسة وكان يعني كل يأس بصراحة، بس إنه مش خلص. حباها طبعا. قررت إني أحاول أجاري الهندسة، وحكيت إنه الخيرة فيما اختاره الله، وضليت أحكي طول الليل، طول قيام الليل. أنا أحكي لكم شغلة على سيرة الهاي، يمكن هي ما تكون لها علاقة بس بمواضيع الدراسة. الإنسان بمر يا جماعة بظروف وهموم في الدنيا، عن جد حلها الوحيد هو قيام الليل. أنا كنت أدعي يا رب، يا رب قيام الليل، يا رب إذا أنت ما كتبت لي الطب بس علمني أرضى، علمني أرضى بقضائك اللي أنت أعطيتني إياه، لأنه كان إشي مش سهل بالنسبة لي. فكل يوم كنت أدعي وأبكي على سجادة الصلاة، أحكي يا رب يا رب بس علمني أرضى، أنا راضية، أنا بدي أتقبل بس علمني أرضى. واحمد ربنا، احكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس ادعي له دائما ساعدني طلعني من اللي انا فيه. فعلا ربنا كان عارف الدعاء اهم سعيي. حاجه فعلا. اه. فلا تبعدوا عن ربنا في المراحل الصعبة من حياتكم، لأنه هي أهم شيء ممكن يوصلكم. ربنا هو الوحيد اللي راح يوصلكم. فكملت، أنا دخلت فصل ثاني وأخذت صيفي اللي هو فصل كمان، يعني فصلين وكملت. وانا صراحه كنت فاقده الشغف، حاولت اني يعني اتعايش مع الهندسه ولكن ما نفعش معي، لان انا ما كنت حابه التخصص. يعني حاولت، حتى دراستي كانت جدا صعبه لاني انا ما كنت حابه الموضوع، كنت بدرس بصعوبه، ما كنت كثير ادرس كمان. ايوه فاهمة. المفروض كان يعني الطب بيفتح على السنه الجديده، اه. وانا كنت حقدم على القبول الموحد بمعدل اللي جبته على التكميل. اه. بس انا كنت متاكده انه مش حيطلع علي طب، انا كنت بتنازل خلص عن حلمي اه. وبدي اي تخصص طبي، وقدمت على القبول الموحد للمره الثانيه، وللاسف ما طلع لي غير الهندسه يعني وبجامعه انتوا ثانيه. عندكم تقدروا ان انتوا بالمجموعه اللي انت جبتيه التكميلي ده، لو حاجه و80 كام صح؟ 88. 88، فتقدري ان انت تقدمي في السنه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لا، لحد ما يتوافق عليه ولا يتقبل؟ سنه واحده سنه واحده على بس. القبول اه. الموحد. تمام. لان انا بهذاك اليوم خلاص حسيت انه كل الابواب تسكرت، كل الدنيا خلاص، يعني كانت نهايه سوداء بالنسبه لي حرفيا.
وانا متاكده انه في ناس عم يسمعوا هذا الفيديو وعم مارين بهاي المرحله، اكيد في حد منكم ولو واحد شخص واحد اكيد هو حاليا بهاي المرحله، ان كل الابواب مقفوله قدامك. اكيد. فالحمد لله ربنا انار لاهلي ولإلي الطريق اني اروح على مصر. فقررت اني اروح على مصر وانه ما اكمل في الهندسه لانها بعد مش ما قضيتي شغفي. فيها سنه صح كده؟ ترمين تقريبا. ترمين. ترمين. يعني شوفوا، آثرت إني ألغي هاي السنة من حياتي عشان الطب، لأن أنا ما استسلمت عن حلمي وأنا كنت حابة أوصل له. والحمد لله قدمت على 3 جامعات في مصر، قدمت على القاهرة وعلى عين شمس كأنه والإسكندرية، مش متذكرة بالضبط بس كانوا 3 جامعات. الحمد لله انقبلت في الإسكندرية. انا ورد اسكندريه طبعا. شكرا. منورة بأهلا والله. فالحمد لله يعني ربنا أكرمني بعد هذا التعب كله ودخلني الطب بالنهاية، والحمد لله جبنا في أول سنة امتياز ان شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله نكمل هيك بالامتياز لآخر سنة يا رب. بس عشان دي الحاجة اللي انت بتحبيها فقدرتي انك تبدعي فيها وتبقي كويسة فيها فعلا وتذاكري، تعرفي انك ازاي تذاكري لان انت حابة اصلا الحاجة. اللي حابب الحاجة فعلا بيقدر ان هو يبقى مبدع فيها ويقدر ان هو يبقى متفوق فيها، غير لما كنتي مثلا دخلتي هندسة انت ما كنتيش حابة انك تذاكري اصلا رغم ان هي حاجة عالية وكتير بيتمنوها طبعا كتير طبعا، بس انت مش حباها. كل واحد واللي بيحبه طبعا. فطبعا لو انه تيسير ربنا كان ما زبطت معي اني اطلع، عرفتوا؟ في ناس غيري ممكن يحكي لك لا انا سنه من عمري مش حضيعها اكمل فيها، بس انا اثرت الطب على الشيء اللي انا ما بحبه، يعني انا ما بحبه، عرفت علي؟ خلص حتى لو ضاع عمري انا مستعده، لو رجع الزمن فيها لو ضاع 3 سنين من عمري حدخل طب، ما حختار شيء غيره. الرسالة من هذا الفيديو أو من قصتي يمكن الناس يشوفوها مش واو وإنها كتير عادية وعادي بتصير مع أي حدا وما فيها إشي مميز، في ناس ممكن يشوفوها رسالة من ربنا. فبحب أحكي لكم إنه لو تسكر باب أو اتقفل باب في وشكم ربنا راح يفتح 1000 باب، والخيرة فيما اختاره الله، لأنه ربنا مستحيل يظلم عبد من عباده ساعة، يعني ما في عمل بيضيع عند ربنا. صح فعلا يا آلاء معاكي حق. فيعني شو اسمه، الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللي ربنا اصطفانا للطب، الحمد لله. طبعا بحب احكي لكم الوصول الى الطب صعب ولكن البقاء في الطب هو الاصعب، لانه الطب تخصص محتاج جدا سعي، مش اي حدا بيقدر يكمل فيه. في كمية ضغوطات نفسية هائلة هائلة هائلة. مش اني بحبطكم ولكن هاي الحقيقة. بس دي تفيدهم في نقطة ان الناس اللي عايزة تدخل طب لمجرد ان هو مجموعه عالي مش عشان حابين المجال، فده مش ما ينفعش، لانه حتى لو جابوا مجموعة ودخلوا الطب مش هيعرفوا ان هم يكملوا فيه. صح يا صح صح. لانه هيلاقوا صعوبات بقى اللي مش قادرين يستحملوها لان هم مش حابينه. صح بالضبط. يعني فالفكرة انه اللي زي ما حكيت لكم الطب مش سهل، الطب مش سهل، فربنا لما بيختارك للطب هو اصطفاك، وربنا طول هاي المرحلة كان بيختبر صبري، بيشوف آلاء شو حتعمل. هو كان مدخر لي الطب وعارف اني انا حدخل طب، بس هو حب يعمل لي، هاحكي لكم لذة الوصول، مش تعب الوصول ولا ألم الوصول. بالنسبة لي هاي لذة الوصول لأنه اكتسبت فيها حب ربنا، تعلمت كيف أكون أقرب لربنا، كيف أدعي ربنا بيقين يا جماعة. فالفكرة كلها صراحة مبنية على كمية الإيمان، لأنه لما ربنا ياخذ منك حلم أنت حابه يعني هاي بيختبر فيها جزء من إيمانك، لازم تكون مؤمن عشان تتخطى أي مرحلة. بس طيب لا كنتي بتعملي ايه مثلا اثناء السنه؟ عشان دي مشكله بتواجه اغلبهم في الفتره دي، انه بيفقدوا خلاص الشغف، انا مش قادره اكمل، تعبت وكل حاجه تعبت منها، المذاكره خلاص مش قادره اكمل مذاكره، مش قادره اكمل حل، مش قادره اروح دروس اصلا، خلاص ان طاقتي خلصت. يعملوا ايه؟ طاقتهم دي جدها ازاي؟ لازم يكون عندك على المكتب حاط استيكرات بالحلم اللي انت بدك توصل له، حط اسمك، هدفك، اكتب جملة تحفيزية على مكتبك اللي هي الاشي اللي انت بدك توصل له، على اساس انه يكون، او المعدل اللي انت بدك توصل له على اساس يكون قدامك 24 ساعة. فانت كل ما حتمل حتشوفه حتتذكر انه انا مش حينفع اني يعني اوقف فعلا. عارفين؟ وممكن هاي الطريقة ما تكون ظابطة كتير مع الكل. الواحد لما يفقد الشغف افرد سجادتك، ادعي لربنا بقيام، قل يا رب انا مش قادر، يا رب انا مش قادر بس بدي تساعدني.
بس احمل معي. يا رب أعني ولا تعن علي، يا رب اهدني، يا رب أنر بصري وبصيرتي يعني. ولازم في دعاء بحب أحكي لكم إياه إن شاء الله يعني ناخذ الأجر عليه. يا رب. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، ولا حول ولا قوة إلا بك. فبتمنى أي أحد يسمعه يكتب عنده هذا الدعاء عشان تستشعروا بس. وشكرا لنانسي على الفيديو شكرا ليكي اليوم. قوي يا آلاء على الكلام الجميل جدا ده، وانا بصراحه مبسوطه جدا، من احلى اللقاءات، لان انا بحب آلاء بجد شخصيا جدا يعني. آلاء بجد من اكتر شكرا واحده يا انا نانسي. مبسوطه ان انا عرفتها في الكليه في السنه اللي فاتت دي والنص كده يعتبر. فبجد مبسوطه كمان باللقاء ده جدا جدا، ان شاء الله يفيدكم جدا كلامها، بجد يعني اثر فيا انا شخصيا. شكرا لك. فيعني شكرا قوي يا آلاء، ربنا يخليكي ويا رب يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله الله يخليك يا كل نانسي. اللي يستفيدوا من الفيديو. بس كده وشكرا ليكم. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. مع السلامه. سلام يا جدعان.